ضد الإنسان. العام تعرض قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول من عام 1998 لمؤامرة دولية شارك فيها قوى الهيمنة في الحداثة الرأسمالية وأزيالها من الدول القومية في المنطقة التي تطبق سياسات القوى العظمى في المنطقة. هذه المؤامرة بدأت في هذا اليوم بإخراج القائد عبد الله أوجلان من سوريا حتى تم اعتقاله في 15 شباط عام 1999